قولولي حد انتي او هو حد منكم زعق او زعق لأمه النهاردة؟ لو حد زعق لأمه اكتبيلي في التعليقات، اكتبولي في التعليقات. وبرضك انا ندمان جدا عشان انا صراحة بقول لكم كده ليه، عشان انزع كتير النهاردة، ندمت ننزع كتير. وانتوا برضك اكتبوا كده في التعليقات. غني لكم اغنية عن الام الحبيبة، امي ثم امي عيد اخر يوم في عمري. الله عليك يا عبد سميع في الاغاني. صحكم نصيحة يا شباب، الام هي الحنون. مين اللي ما بيلاقاش حنان الام يا جماعة؟ قولولي. اللي ما بيلاقاش حنان الام بيبقى غضيب. الحقي نفسك يا مدام، الحقي نفسك يا مدام، الحق نفسك يا مدامي، الحق نفسك، الحقوا نفسيكم قبل فوات الأوان. ايه عشان انتوا ما تعرفوش اللي في الاخر. بواب الجنة جميل حتى باب الريان اللي فيه، وابواب النار وحش بالذات باب سقر. نصيحة مني لكل شاب. الشاب بقى لما يلاقي نفسه كبر وشنبه خط كده يعلي الصوت على أمه. لا يا ويله بقى ليه؟ لا ده ما ينساش، ده مش ناسي حتى يا جماعة إن هي كانت بتغير له الحفوضة. ولما الواحدة من دولت كده تكبر وتلاقي نفسها كده بقى لفت كده وبقت زي لقطة القشطة، تروح تعلي صوتها على أمها وتقولك ايه ده انا بقيت ست بيه، ده انا بقيت صبية لما تاخدك يا خيبي يا خيبتي. يحوين التعب فيكو، يحوين التعب فيك. زي حضرة المدام اللي قاعدة ورايا دي كده. تعالي يا بنتي ومن الحق ده انت لك عقاب. امال انت كده بقى لما تطلعي كده وتكبري عند ام هتقولي لها ايه؟ دي اختي تعمل في امي كده، ده كنت شويكي. المهم نرجع سيبكم مين. المهم يا جماعة محدش يعلي صوته على امه خالص، تفهمي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. شفت الرسول قال ايه؟ ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ليه بقى؟ عشان ايه؟ الأب برضك له قيمة، ما قال أهو ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الأم بس الأم لها قيمة، حنينة وما بتضربش الواحد. لما الأب ساعات يضرب ابنه برضك مش صح ولا أنا مش حاجة. الأم حنينة عليه وتاخد من بقاه عشان توكله وتغير له الحفوضة وتهتم بيه بالله. انا جبت لكم بس بثواني عشان مستعجل عشان عاوز اروح اصلح امي معلش. انا جبت لكم في الكلام ده كله ليه؟ عشان انا وانت من النوم صراحه اللي بتلها اللي بتلها الاوضه عقلا على عقل. والمهم حبشتها كده الاوضه، فيا جت شافت المنظر صدمت وقالت لي انا غضبانه عليك وهتمنعي من
وفي الأكل الحلو بقى، وبالذات البقوليات والحاجات دي يا جماعة بحبها جواني. وما تكتبولي في التعليق، فعشان كده راح أصالح أمي معلش، بس عشان هتمنعني من شرب العصير وشرب اللبن وشرب الحاجات الدافية دي الدافية في الشتاء، احنا في الشتاء والجو ساقع والله. واكتبولنا في التعليق ولايك واشتراك، ويلا سلام عليكم يا جماعة. راح أصالح.